إغلاق الحدود الأوروبية لجميع الدول الأوروبية بتاريخ 1 نوفمبر 2024 1/11. هتكون الحدود الأوروبية جميعا مقفولة للناس الهجرة الغير شرعية. انتبهوا إن حد يكون معهوش أوراق ويتوجه من دولة لدولة عن طريق الحدود الأوروبية. لازم دلوقتي عشان تقدر تعدي من الحدود الأوروبية لازم يكون عندك أوراق، وإذا ما عندكش هيكون عن طريق الغابات والأنفاق. من 1/11 القرار قررته جميع دول أوروبا بقفل حدودها نهائيا. قالت صحيفة بوليتيكو الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعيين مبعوث خاص إلى سوريا بهدف تسريع عملية عودة اللاجئين السوريين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم. وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعديل الإجراءات وزيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة عدد الراغبين في العودة لديارهم. ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن دول إيطاليا والنمسا والمجر تؤيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. بح لجوء وبح إقامات، وإقامات الدائمة بدها تنسحب ويعطوا الترحيل. البلد اللي كان يعتبر البلد الأول واللي ينضرب فيه المثال، أنا شخصيا أضرب المثال فيه وأقول إنه هولندا أفضل بلد للجوء. البلد اللي كان يعطي مباشرة للسوري 5 سنوات إقامة والدائمة تاخذها بعد 5 سنين أو الجنسية. يعني كان الموضوع أسهل منه ما فيه. الواحد يحصل على البيت، يحصل على لم الشمل. تخيلوا الشخص بيكون له مدة للم الشمل، إذا تأخروا عليه بهاي المدة يعطوه تعويض مالي. هذا التعويض المالي لك يا الله قديش كانت هي تعتبر من أفضل البلاد في تقديم اللجوء للسوريين وغيره. 9 قرارات طلعوها للناس الموجودين في هولندا. الحكومة كتير مستنفرة، طلعت قرارات كتير صعبة. سابقا ألمانيا سبقتها ولكن مو بهالتجديد هذا. هولندا التجديد عنده الأسوأ كان وأبشع
والقرارات طلعت اليوم. القرارات هي 9 رح نحكي عنها بالتفصيل، ورح يا ريت تسمعوا أول النهاية لحتى تعرفوا إذا فعلا لسه عم بتفكروا تروحوا لهولندا، لأن اللي موجود بهولندا معرض لأنه يخسر إقامته ويتم ترحيله. الدول اللي سابقا بلشت التجديد هي كانت السويد، ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، وحاليا هولندا. هولندا اتخذت خطوات مشددة بشكل كتير كبير. ما حطول الفيديو كتير عليكم، ورح أبلش بأول شيء. 1. بداية مراقبة الحدود كما اتخذت ألمانيا من بداية شهر نوفمبر، 1 نوفمبر، يعني بعد 4 أيام 5 أيام في الأسبوع القادم 1 نوفمبر. نحن اليوم في 10 نهاية الشهر العاشر، نهاية شهر أكتوبر، رح يبلشوا في مراقبة الحدود مع الدول المجاورة كما فعلت ألمانيا. ألمانيا بلشت هذا الموضوع من أشهر قليلة، وانخفض أعداد اللاجئين بنسبة 70% القادمين بشكل غير شرعي. فهولندا اللي هي يعني أبعد من ألمانيا فينا نعتبرها، اتخذت حاليا نفس هذا القرار، وصار التشديد بشكل كتير كبير. 2. إلغاء الإقامة الدائمة اللي هي كانت حلم أي شخص. الإقامة المفتوحة اللي هي بتسهل لك كتير، وبحق لك بعدين تسافر برا البلد، تفتح مشاريع، تاخد قروض، غيره غيره. إلغاء الإقامة المفتوحة وسحب الإقامة المفتوحة وإعطاء إقامات مؤقتة 5 سنين أو 3 سنين. طبعا هذا كله تجديدات، لسه في الأسوأ بكتير. 3. في هاي السنة قبل ما تنتهي، يعني نحن شو بقي بهاي السنة أساسا؟ ما بقي غير شهر 11 و12. قبل ما تنتهي هاي السنة بده يحددوا مناطق آمنة في سوريا بشكل نهائي. يعني ما عاد في هذا الموضوع لعبة. ممكن يحددوا بكرة طرطوس، الشام، حماة، حمص، مثلا كتير مدن، حتى حلب ممكن يحددوها آمنة. مدينة حلب مثل كتير مدن ممكن يحددوها الآمنة. وأيضا مو بس تحديد هاي المناطق آمنة، كل من يأتي من هذه المناطق اللي راح يحددوها آمنة في المستقبل سوف يتم رفض لجوءه بشكل كامل ومباشر وسريع، وترحيله إلى سوريا، حتى لو ما كان في تنسيق مع الحكومة السورية عبر شركات طيران وسيطة وعبر أشخاص وسيطين. 5. رح تنسحب الإقامات الصادرة لكل من هو من هذه المناطق اللي تم تصنيفها على أن مناطق آمنة. تخيلوا قديش الموضوع صعب. شخص صار له 5 سنين و7 سنين وغيره عم يأسس حياته، ودفع 15,000 يورو و20,000 يورو لحتى وصل، وتعذب على الطريق وغيره وغيره. آخر شيء بده يجوا يسحبوا منه الإقامة. يعني ما في أمان نهائيا. بس الوحيد اللي هو رح يكون نفد منه الشخص اللي حصل على الجنسية الهولندية. سحب الإقامات، يعني تخيلوا الموضوع مو سهل جدا، مو بسيط، مو بهالسهولة. يعني أكيد ناس كتير رح ترفع دعاوي وغيره، ولكن لما الحكومة والسياسيين يستنفروا خلص، يعني ما عاد في وراها ورا نهائيا. 6. حكينا عنها في البداية، بدلته أنا صراحة بين تبديل الحدود وهيك، ولكن رح باخذ بدالة اللي هي تحويل الإقامة من 5 سنوات، إقامة 5 سنين اللي هي كانت الشخص أول ما يوصل كلاجئ يحصل على 5 سنين، رح يصيروا يعطوا 3 سنين بس، وبالمرة اللي بعدها ممكن يعطوك 2 مثل ألمانيا، مثل كتير دول. يعني ما عاد في إقامة 5 سنين. كان واحد يعني بصراحة يعطيه المثل الأعلى أنه 5 سنين مباشر أول ما يوصل اللاجئ، وطبق 5 سنين وخذ الجنسية من هون. حاليا حتى هاي صارت رح تصير يعني حلم، مو بس يعني رح تصير، صارت القرارات هي كلها تطبق مباشرة خلال أيام قليلة. 7. إلغاء لم الشمل للأبناء البالغين. سابقا كانت هولندا تسمح بلم الشمل للأبناء اللي هن البالغين، يعني إذا الولد دخل بعدين صار فوق ال 18 وبيحق له إنه ما زال إنه يلم شمل عائلته. حاليا ما عاد في شيء لم شمل نهائيا، والقرار ساري التنفيذ بشكل مباشر. لم شمل ما عاد فيه للأشخاص اللي هن ما لموا شمل، يعني وعنده الأولاد بالغين صاروا هن بهولندا، أو أشخاص مثلا يعني مثلا هن وصلوا هولندا كان قاصر وبعدين صار فوق ال 18، فما عاد يحق له انه يجيب عائلته. خلص سابقا كان بيحق له هذا الشيء، حاليا ما عاد بيحق له. 8. إلغاء لم الشمل لغير المتزوجين، يعني بيقصدوا فيه شخص تزوج جديد وبده يعمل لم شمل، أو شخص مثلا عم بيقول إنه أنا حبيبتي صديقتي بدي أتزوجها إنه يعملوا لم شمل. ما عاد في. أيضا حاليا أيضا إلغاء الغرامة وعدم إمكانية إجراء الاستئناف. يعني الغرامة هي فيها بيقصدوا فيها إنه غرامة التأخير اللي ذكرت لكم إياها بالبداية،
انه شخص اذا تاخروا عليه بلم الشمل يدفعوا له غرامه، له هن يدفعوا له او تعويض، لغوها وما عاد في استئناف انه يسمحوا لك انه تستأنف مشان تاخذه او هيك شيء. لغوا القرار نهائيا. مو بس هيك، عطوا صلاحيه للبلديات يلي كانت تسكن اللاجئين ببيوت. اي شخص عنده اقامه صار البلديه مجبره تبحث له عن بيت وتلاقي له بيت وتعطيه بيت. هذا الشيء ما موجود في المانيا، لغوه نهائيا. وصار اللاجئ اللي معه اقامه مثل اللي ما معه اقامه، ووضعوا في اماكن لجوء اوليه مثل الخيام او الكامبات وغيره هيك، يعني مثل الكامبات البدائيه اللي هي مو منزل معمر او مبنى معمر من الحجر، لا نهائيا، مثل كرفان او كونتينر بتكون، يعني اشياء الاساسيه، اشياء البدائيه بيعيش هذا اللاجئ جواتها لحتى هو يدبر حاله ويلاقي بيت او يظبط اموره. مو بس هيك، تخفيف اعداد اللاجئين وترحيل السوريين بشكل اكبر في المستقبل. السنه الحاليه رحلوا 700 شخص، حاطين في السنه القادمه هدف ترحيل بين 5000 شخص. وايضا تخفيض اعداد استقبال اللاجئين من الامم المتحده، اعاده التوطين كانت تستقبل بالسنه 500 لاجئ، حاليا بدها تستقبل بالسنة فقط 200 لاجئ. كل هالاشياء التسجيلات الكبيرة عملتها هولندا والدول كتيرة على الخط وعلى الطريق، يلي هي بدأت في بلجيكا وبالسويد وألمانيا. ألمانيا لم تكتفي بالإجراءات اللي اتخذتها، حاليا عم بتحاول تنسق بشكل كتير كبير مع الحكومة السورية أو مع أي دولة من أجل ترحيل اللاجئين السوريين أيضا المرفوضة طلبات لجوءهم أو المسحوبة إقاماتهم كمجرمين وغيره. حكيت لكم من 7 سنين وأنا بحكي عن هذا اليوم اللي رح يجي، وأكثر من 7 سنين. خذوا الجنسيات، خذوا الإقامات الدائمة، حتى ما عاد تنفع حاليا. صار لازم يكون معك جنسية لحتى تبقى بهذا البلد، إن كان هولندا، ألمانيا ولا غيره. فحكيت أنا كتير وطلع على لساني شعر سابقا لحتى إجا هذا اليوم اللي هو كله عم ينتظره. كان صراحة كلياتنا عم ننتظره، ما له غريب علينا، لأنه الأحزاب دائما تتغير والحكومات. فأي شخص عم بيفكر يدفع 15,000 يورو 20,000 يورو يروح يتدين ويبيع بيته ويبيع دكانه ويتدين من هون ويتدين من هون بس عشان يوصل، فما نصيحتي لكم نهائيا انه تعملوا هذا الشيء، ولا تخسروا اموالكم ولا تعرضوا نفسكم الى الخطر، لانه راح تكون انت عم بتجازف بمبالغ كبيرة على الفاضي، وبالنهاية 99% راح يرفضوا لجوءك ويرحلوك. لكم مني كل الحب والاحترام، والى اللقاء.